بصي بقى يا حبيبة قلبي، دي حاجة هتعمليها وانتي واقفة في المطبخ في 10 دقايق، مش هتاخد منك اي وقت ولا اي مجهود، وحاجتها هتلاقيها موجودة كمان عندك في المطبخ، وهتعجب اولادك ويطلبوها منك كل يوم. بصي، حاجة اقتصادية 100%. انا مش بكلفلك الوصفة، بعملها لك بأقل التكاليف علشان تقدري تعمليها وتنفذيها. بصي بقى شكلها، طبقتين فوق بعض في منتهى الجمال، بحاجة اقتصادية في البيت. تعالوا بقى ندوق بقى ونقول لكم رأينا ايه فيها. بجد فظيعة، جميلة جدا. لو عايزة تعرفي الوصفة تابعي معايا الفيديو. بصي بقى يا قمر، جبنا هنا حلة ونزلنا فيها بمعلقتين سمنة و4 معالق من الدقيق. نزلنا ب4 معالق من الدقيق. خلاص، وهنبدأ نحمر في الدقيق وايدك فيه على طول عشان ما يكلكعش معاكي. تمام. خلاص بدأنا نحمر في الدقيق. معانا نص كيلو من اللبن، هننزل بيه تدريجيا وايدينا برضو فيه علشان ما يكلكعش منك. وهنبدأ نستمر في التقليب برضو لغاية ما العجين كله يفك معاكي. معانا هنا فانيليا نزلنا بيها، وهنبدأ نقلب لغاية ما هنوصل للقوام اللي انا هوريهولك في الاخر. هنا برضو هنحط 4 معالق من السكر. هنا يا جماعة بصوا، انا مش هسكرها قوي لان لسه في طبقة هحطها تاني هتحتاج فيها سكر، فعايزة السكر هنا معايا يبقى معتدل، مش عايزاها تبقى مسكرة زيادة عن اللزوم. اهو بصوا يا جماعة ابتدت تمسك معانا وتبدأ تخش في القوام اللي انا عايزاه. هو ده القوام اللي انا عايزاه. هتجيبي صينية يا قمر وهتنزلي فيها بكل الخليط ده كله. خلاص. اهي بصي، نزلنا فيها. هنحطها دلوقتي في التلاجة وتعالي نبدأ ايه نعمل الخطوة التانية. هنجيب هنا معانا 4 معالق من السكر، هننزل بيهم على النار. 4 معالق من السكر وهنبدأ نكرملهم. ايدك فيها باستمرار عشان السكر بيسيح بسرعة وما يتحرقش منك. عايزة تقليب معاكي مستمر. بصي اهي ابتدت السكر يسيح وخدت اللون. بص هو ده اللون اللي انا عايزاه. في الوقت ده هترفعيها من على النار، ومعانا كوبايه فيها 3 معالق من النشا فيها شويه ميه ومقلبينهم. هتنزلي بيهم على السكر وهتبداي تقلبي وهترجعي على النار تاني. ولو حسيتي ان الخليط ماسك معاكي انزلي بشويه ميه تدريجيا، بس ما تحطيش ميه كتير عشان ما تبقاش سايله معاكي. بصي بقى انا هوريك القوام اللي انا في الاخر عايزاه. اهو ايدك برضو فيها بتقليب مستمر. بص اهو، بص القوام يا جماعه وبص لونها جميله جدا. بص لون السكر لما اتكرمل خلى الخليط بقى لونه جميل جدا. اهي خلاص دلوقتي احنا حطينا الصينيه بتاعتنا في التلاجة تمسك شويه، واهو طلعناها وهننزل عليها بالخليط بتاعنا القمر ده. بصوا يا جماعه جميله جدا والله العظيم، وجربيها وعلى ضمانتي. اهي خلاص نزلنا بالطبقه التانية ورصيناها اهي. ولو عجبك الفيديو بقى يا قمر، يا ريت تشتركي معايا في القناة واستنوني في فيديو جديد. السلام عليكم على احلى متابعين في الدنيا.